بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي هنتكلم بإذن الله تعالى عن أهم أسباب الألم في كعب القدم. الألم في كعب القدم أهم سببين ليهم هما الأملاح في الدم أو النقرس أو الشوكة العظمية. الاثنين اتكلمنا عليهم في كل واحد فيديو مختلف، لكن إيه الفرق بقى في النقرس أو الشوكة العظمية؟ بنفرق بينهم إزاي؟ بنعمل الأول تحليل بول وتحليل أملاح في الدم، تحليل بول كامل وتحليل أملاح في الدم اللي هو اليوريك أسيد. لو لقينا اليوريك أسيد عالي عن 5 أو تحليل البول أوقات بيبقى النورمال اليوريك أسيد نورمال تحت 4.5، وتلاقي اليوريك كريستالز كتير قوي في البول، وده بيعرفك ان برضه السبب املاح. بتدي علاج الاملاح لمده شهر. لو مفيش تحسن في الالم بتاع كعب القدم ده بتعمل اشعه على كعب القدم، اشعه سينيه عاديه على كعب القدم. لو لقيت بقى شوكه عظميه بتبقى ليها علاج اخر. طب الشوكه العظميه لو ما ارتاحش البني ادم شهر على علاج النقرس وكان عنده النقرس، يبقى لازم يروح بقى لدكتور عظام بيعمل له حقن موضعي كورتيزون جواها. اوقات بينفع، اوقات بتبقى لازم ليها تدخل جراحي. يبقى اهم سببين للالم الشديد اللي في كعب القدم سواء واحده او اثنين، النقرس رقم 1 والشوكه العظميه رقم 2. نتمنى للجميع صحة جيدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.